وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. سبحان الله، متى غلقت الأبواب؟ هل غلقت الأبواب قبل المراودة أو غلقت الأبواب بعد المراودة؟ ما رأيكم؟ ايش رأيكم؟ قبل ولا بعد؟ اختلف العلماء قدامي، يقول قبل ويقول بعد. وش ترى قبل؟ طيب الله قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، عطف غلقت على راودت. الواو لا يقتضي الترتيب، والواو هنا واو حال وليس واو العطف، وإنما أراد الله قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، والحال في المراودة أنها غلقت الأبواب. كأن سائل يقول طيب ليش راودته، ليش ما يشرد؟ فيجيب القرآن يقول ما شرد لأن الأبواب مقفلة. عرفت؟ لأن لو أن الأبواب مفتوحة وراودته ولم يشرد قلنا هذا يبيها، لو ما يبيها كان طلع، صح ولا لا؟ فالواو هنا واو الحال، أي والحال أن الأبواب مغلقة. وانظر إلى كلمة غلقت، ليش قال غلقت ولم يقل غلقت؟ أحكمت، صاحب هذه أحكمت الإغلاق، ليس غلقا مجردا. في فرق بين غلقت وبين غلقت. وليش قال غلقت ولم يقل قفلت؟ ايش تسمون انتم؟ اقفل الباب والله اغلق الباب؟ انتم تقولوا اقفل الباب، ده كذا اقفل الباب. لكن غلقت الابواب، قفل الباب. عندما تقول لزوجتك اقفل الباب، هذه الاول ما قفلته، اقفل الباب ما قفل الباب. فالشدة تدل على الشدة. غلقت تدل على إحكام التغليق، حتى قال بعض المفسرين إنها من شدة إغلاقها للأبواب سدت الخروقات التي بين الأبواب حتى إن النسمة والهواء لا يدخل. فتحات ما تحت الباب، ما بين الباب والباب، فتحة المفتاح، كل ذلك غلقته حتى إن الهواء إذا جاء لا يجد طريقا، من أجل أن لا يخرج الصوت. طيب لماذا غلقت الأبواب؟ أليست هي صاحبة البيت؟ لكن هذا الأمر فحشاء في سائر الأديان، فحشاء في سائر العقول والأذهان، فحشاء عند كل إنسان. ومن هنا يعلمنا القرآن أدب العلاقة الزوجية أو العلاقة الجنسية. بعض الناس لا يستحي حتى من أطفاله، فيأتي أهله والولد يحسبه نايم، والولد من تحت البطانية يرفع يطالع وش يسوون. فالأصل أن تكون هناك غرفة خاصة لهذه العمليات ليس فيها أحد، وأن تحكم الزوجة والزوج إغلاق الباب حتى لا يخرج صوت. غلقت الأبواب. قال الله عز وجل غلقت ولم يقل غلقت، وقال الأبواب ولم يقل الباب. لماذا؟ في هذه الآية أو هذه الجملة دلالات كثيرة. الدلالة الأولى أن شهوة المرأة أقوى من شهوة الرجل، صح ولا لا؟ كم مرة؟ ما شاء الله، هذا قال لك 7 مرات. والله ما أدري كم مرة. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل في المرأة من القوة على الرجل ما جعلها تستطيع أن تغريه في أي لحظة بأي حركة تريدها فتتمكن من قلبه. ولهذا لما أراد الله الحديث عن الزنا
بدأ بذكر الزانية المرأة قبل ذكر الزاني الرجل. والعادة في القرآن كله أن الرجل يبدأ بالذكر قبل المرأة. الله قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن الرجل أقرب إلى السرقة. يوم يدخل على المرأة ما جاب عشاء ولا غدا، يا أخي روح جيب لنا شيء ناكل، لو تسرق يروح مسكين يسرق إذا انقطعوا يده، وهي من وراها اللي قالت له روح أسرق. لكن الزنا لا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا قدم الله ذكر الزانية على ذكر الزاني؟ لأنها هي السبب، ولذلك لا يحصل الزنا إلا بسبب المرأة. من هنا عرفنا الحكمة في أمر الله عز وجل الرجال والنساء بغض البصر، وعرفنا الحكمة بالأمر بالحجاب. ليه ما أمر الله الرجال بالحجاب؟ أتدرون لماذا أمرت المرأة بالحجاب ولم يؤمر الرجل؟ ليش؟ فتنة، تأكد؟ لأن المرأة كلها فتنة، إذا تكلمت فتنة، وإذا تحركت فتنة، وإذا سمع صوت بين رجولها فتنة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم. فالمرأة كلها فتنة، إذا ما دام كلها فتنة خليها في بيتها لا تطلع، وإذا طلعت تطلع بحجاب كامل لا يظهر منها شيء. ومن هنا يتبين لنا أن القول الراجح في الوجه ما هو؟ إنه عورة ولا ليس بعورة؟ عورة. لماذا؟ لأن النظر إلى الوجه يحصل به المعرفة، تحصل به المعرفة، هذه فلانة. والمعرفة نوعين، إما معرفة للذات وإما معرفة للصفات. فإن كانت المعرفة للذات هذه فلانة بنت فلان، وإن كانت المعرفة للصفات والله هذه جميلة، هذه بيضاء، هذه عيونها وسيعة. ولذلك النظرة تدفع إلى الفكرة، والفكرة تدفع إلى الخاطرة، والخاطرة توصل إلى القصد، والقصد يوصل إلى الهم، والهم يدفع إلى التطبيق. نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. سبحان الله، غلقت الأبواب